هنعمل بقى فطير مشلتت حلو جدا وطعمه رهيب وسهل وسريع. الناس اللي لسه اول مره تعمل فطير بجد الطريقه دي سهله جدا وهتنفع معاكي لو انتي لسه مبتدئه. زي ما انتوا شايفين كده معايا الفطير حلو قوي ومورق. هقطعه معاكم عشان تشوفوه من جوه قد ايه هو مورق وطري وحلو جدا اهو. طبعا انا عملت كيلو دقيق عامل معايا 4 فطيرات. تمام، على حسب الحجم اللي انت عايزاه، حجم كبير متوسط صغير فبتحددي العدد الفطاير. من انا عامله حجم يعتبر متوسط. عملت 4 فطيرات. اول حاجه هنا معايا كيلو دقيق يكون منخول، يعني انا نخلته قبل ما احطه في البوله. هحط عليه 3 معالق كبار من السكر وهحط عليه نص معلقه صغيره من الملح. بس على كده. وهجيب بقى ميه دافيه وهبدا ان انا هعجنه. طبعا الدقيق لازم ان العجينه بتاعته تكون بتلزق، يعني ما تكونش عجينه جافه وناشفه معايا. تمام. قلبت بقى السكر مع الملح كويس قوي في الدقيق، واخد معايا الدقيق بالظبط حوالي 3 كوبايات ميه الا ربع. يعني اخد معايا 3 كوبايات الا ربع. طبعا على حسب نوع دي ممكن ياخد معاك ال3 كوبايات ميه كاملين. 3 كوبايه بقى حطيت نصها وسبت شويه. قلت ان انا هعجن وهشوف هتحتاج تاني ولا لا. احتاجت فعلا ربع كوبايه تاني من الميه. فعلى حسب هنا نوع الدقيق. طبعا انا معايا هنا هبدا هعجن العجينه كويس. انا عايزه العجينه تكون بتلزق في ايدك، يعني العجينه الفطير الناجحه تكون بتلزق في ايديكي زي ما انت شايفه كده. تمام، ما تكونش جافه، لا اديها سوائل بحيث ان تبقى طريه وبتلزق في ايدك. والتلزقه دي كلها هتروح بمجرد ما هنشتغل فيها ونسيبها ترتاح. واحنا طبعا دلوقتي بقى بعد ما عجناها بالميه هبدا هجيب معلقتين كبار من الزيت من على وشها كده. شايفين العجينه بتلزق ازاي معايا؟ طبعا بنسيب العجينه تريح هي ربع ساعه ونبدا نشتغل فيها. هجيب بس حوالي كده معلقتين من الزيت او 3 وهبدا ان انا هلم بيهم العجينه كده من على الوش عشان العجينه ما تعملش معايا قشره وتنشف معايا، وكمان العجينه تبقى حلوه معايا. هسيبها بقى ترتاح لمده 10 دقايق او ربع ساعه. وكل ما هتسيبها ترتاح كل ما هتديكي نتيجه افضل وانت شغاله فيها. طبعا انا سبتها بس حوالي 10 دقايق واشتغلت فيها على طول عشان كنت مستعجله. تمام. وهنا بعد ما ارتاحت معايا هبدأ بقى ان انا اشتغل فيها. طبعا ممكن تشتغلي فيها يعني وهي جافة كده، متحطيش عليها اي مادة دهنية. وتبدأي تفرديها ونطبقها زي ما تشوفي معايا. طبعا انا دلوقتي بقطع العجينة بحاول ان انا اسويها. هعمل منها 4 عجينات متساوية. زي ما انتم شايفين كنت باخد كل كورة كده بحاول ان انا اخلي كل كورة متساوية عن التانية زي التانية. تمام. لو لقيت واحده كبيره كنت باخد حته من العجينه بحطها مع الحته التانية وببدا ان انا اخلي الكور متساويه. بس طبعا انا هحط بقى ايه. انا حاطه هنا كوبايه من السمنه البلدي على كوبايه من الزيت. تمام. على نص كوبايه من الزيت كوبايه سمنه بلدي على نص كوبايه من الزيت. ممكن انت تستخدمي كوبايه سمنه على كوبايه زيت، مفيش اي مشكله. دهنت بقى الرخامه. طبعا دهنتها بالسمنه. وهبدا ان انا يعني لما بدهنها بتسهل عليا الفرد شويه. ببدا ادهن العجينه زي ما انتم شايفين كده معايا. وبعد كده بجيب النشابه بتساعدني ان هي تتفرد معايا. وبعد كده بعد ما احس ان هي بقت خفيفه كده معايا ببدا ان انا اشدها زي ما انتم شايفين كده بالراحه، بدخل هواء عشان تتفرد معايا. وبعد كده بقى هجيب السمنه وادهن السمنه واطبقها 4 ارباع زي ما انتم شفتوا كده معايا. هنا طبعا دي صينيه دهناها بالسمنه وحطيت فيها الايه الفطيره. هنا بعد ما فردتها اهي زي ما وريتكم. بصوا شايفين. باجي بقى من كل جنب اليمين وشمال كل جنب بتنيها 4 ارباع وبعد كده بتنيها تاني 4 ارباع صغيرين. وبحط عليها ايه شويه ايه سمنه من على الوش. بسيب بقى الفطيرة ترتاح لمدة 10 دقايق قبل ما افردها. بسيبها ترتاح في الصينية كده لمدة 10 دقايق عشان تتفرد معاكي بسهولة. لو قعدت تفردي فيها على طول مش هتتفرد معاكي، لازم نسيبها ترتاح لمدة 10 دقايق في الصينية وبعدين هبدأ افردها تتفرد معاكي بسهولة. بدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 200. بتبدأ بقى ايه طبعا فوق وتحت عشان تاخد معاه. بشغل الفرن من تحت الأول وبعد كده بعد مثلا ما يمر ربع ساعة بشغله من فوق.
بس. وبعد كده بتطلعيه زي ما انتم شايفين كده معايا، بجد كان طعمه حلو قوي قوي. وطبعا تحطي بقى جنبيه عسل جبنه وبألف هنا.